مرحبا بكم مترجمين مستقبل في فيديو اليوم. النهاردة زي ما هو ظاهر في العنوان هتكلم معاكم عن هل الذكاء الاصطناعي هينهي مهنة الترجمة؟ أهلا بكم. هل فعلا زمن المترجم البشري انتهى؟ من يوم ما ظهر الشات جي بي تي والدنيا مقلوبة وكلنا بنسأل هو احنا بنتعلم ترجمة ليه؟ طالما الآلة ممكن تعمل كل حاجة بضغطة زر واحدة. فأنا النهاردة مش جاية أقول كلام إنشائي، أنا جاية أقول لكم وأنقل لكم الصورة من قلب الحدث. هنتكلم عن مستقبل الترجمة من منظور الأبحاث العلمية ومن منظور السوق المصري والشركات الدولية، والأهم من كل ده هكلمكم من واقع تجربتي الشخصية كشخص بيستخدم الذكاء الاصطناعي في شغله وبيمرج البروسيس دي with translation. لو كنتوا مترجمين أو ناويين تدخلوا مجال الترجمة، الفيديو ده هو دليلكم عشان تفهموا ازاي تنجو وتنجح في عصر الروبوت. في الجزء الأول هنا هكلمكم عن تجربتي الشخصية في الذكاء الاصطناعي. في البداية أنا كنت زيكم قلقانة وبسأل نفسي هل مجهودي وسنوات دراستي ضاعت؟ لكن لما بدأت أدخل أدوات ال AI في شغلي اكتشفت حقيقة مهمة جدا، وهي إن الذكاء الاصطناعي مش جاي يحل محلي، هو جاي كأداة وكتول تساعدني. استخدمت تقنيات زي الديبل وشات جي بي تي وجيميناي، ولقيت إن هم بيوفرولي وقت ضخم جدا في صياغة الجمل الأولية، البحث عن المصطلحات، لكن في نفس الوقت شفت أخطاء كارثية الآلة بتعملها في فهم السياق أو الثقافة أو حتى النكتة اللي بتكون بين السطور. فتجربتي علمتني إني اتحولت من مترجمة لمحررة خبيرة. الآلة هتدينا السرعة وإحنا نديها الروح والدقة، وهذا ما تفتقده الآلة، وده اللي إحنا هنعمله كهيومنز. وأهم حاجة السياق اللي مش دايما يكون ال AI قوي في فهمه وتداركه. في الجزء الثاني هتكلم معاكم عن السوق المصري vs السوق العالمي، وهنعرف الأرقام بتقول ايه، والنقطة دي مهمة عشان نعرف ايه اللي بيحصل جوه مصر وايه اللي بيحصل بره، عشان نبقى مطلعين على كل الأحداث العالمية في مجال الترجمة. لو بصينا على السوق المصري هنلاقي إن الشركات بدأت تدرك إن المترجم السريع اللي بيعرف يتعامل مع التكنولوجي هو اللي ليه الأولوية، والإنتاجية بقت أهم شيء بالنسبة للشركات. والمترجم اللي لسه شغال بالطرق القديمة أو التقليدية ورافض يطور نفسه للأسف هيكون أكتر حد بيواجه صعوبة في الاستمرار. فالسوق هنا حاليا بيتحرك ناحية ال MTPE أو التحرير البشري للترجمة الآلية بشكل كبير جدا، وبقت دي هي النقطة المهمة واللي الشركات بتدور عليها. وبخصوص الموضوع ده هقول لكم في نهاية الفيديو نصيحة مهمة جدا بستفادها من الايفنتس اللي أنا بحضرها، اللي ممكن تسمعي كلمة أو نصيحة تكون هي أهم حاجة انت استفدتيها من كل اليوم، وتفضل هي الحاجة المهمة أو اللي هتفيدك فعلا في مجالك، وهتكون هي فعلا النقطة اللي انت ممكن تكوني قضيتي اليوم كله عشان بس ربنا يسهلك ان انت تسمعي النصيحة دي تحديدا. فتابعوا علشان النصيحة دي مهمة جدا ويستحقها يعني اللي هيكمل الفيديو للنهاية. هكلمكم دلوقتي عن السوق الدولي. طيب بالنسبة لبره، بالنسبة لأمريكا مثلا، بالنسبة لأي سوق عالمي خارج مصر. أما في السوق العالمي فالمعايير مختلفة تماما.
العميل الأجنبي بيدفع عشان ياخد localization أو توطين للمحتوى. يعني إيه؟ يعني عايز النص يوصل لقلب وعقل القارئ وكأنه مكتوب بلغته الأم. والذكاء الاصطناعي مهما تطور لسه بيفتقد الذكاء العاطفي واللمسة الثقافية اللي المترجم البشري الشاطر بس هو اللي بيعرف يقدمها. ودلوقتي هكلمكم في الجزء الثالث عن منظور الأبحاث العلمية. هل الآلة بتفكر فعلا؟ لو انتقلنا لجانب الأبحاث العلمية هنلاقي إن العلماء والباحثين في علم اللسانيات الحاسوبية بيأكدوا إن ال AI لسه قدامه كتير، والأبحاث بتقول إن الآلة بتعتمد على الإحصاء والاحتمالات مش على الفهم الحقيقي، وده معناه إنها ممتازة في النصوص الجامدة، يعني مثلا زي كتالوج لجهاز معين. دي حاجة يعني ما فيهاش أي إبداع أو creativity أو تفكير، لكنها بقى بتفشل في النصوص اللي فيها إبداع أو تعقيد قانوني أو مشاعر إنسانية. ففي حاجة اسمها مصطلح ال AI hallucination أو هلوسة الذكاء الاصطناعي. بقى حقيقة علمية، الآلة ممكن تألف معلومة بمنتهى الثقة وكأنها حاجة من مصدر موثوق، وهنا بيجي دورنا إحنا كبشر عشان نراجع ونصحح، فبيبقى فيه part of our role as a proofreaders. الجزء الرابع اللي هكلمكم فيه وهي روشتة النجاح. إزاي ما تخلوش الآلة تستبدلكم. عشان تكون مترجم ضد الانهزام في العصر ده لازم تعملوا 3 حاجات. أول حاجة التخصص. المترجم العام هو أول واحد ال AI هيحل محله. اتخصص في مجال دقيق زي المجال الطبي أو التقني أو القانوني، وفي النقطة دي من وجهة نظري هي لا تشمل البيجنرز، لأن أو مثلا الحد بيكون لسه في الجامعة، انتوا لسه هتتعرفوا على المجال بتاعكم ولسه هتتعرفوا على ايه اكتر مجال بيستهويكم، على ايه اكتر حاجة تخصص انتوا عاجبكم وعايزين تكملوا فيه، وده مش هيجي الا اذا كنتوا انتوا اصلا دخلتوا المجالات المختلفة وتعرفتوا عليها وبعدها فكرتوا في التخصص. في ناس ممكن تقعد، ودي من دكاترة في الترجمة أنا سمعت منهم في الجورني بتاعتهم وقال إن هم قعدوا 10 سنين عشان يتخصصوا في مجال معين، بس ده كان قبل ال AI. يعني دلوقتي في ظل ال AI لازم إحنا نركز على نقطة إن إحنا نتخصص. تاني أداة معانا وهي ما تخافش من الذكاء الاصطناعي، اتعلم ازاي تديله prompts صح عشان يطلع لك نتائج احترافية. ودي النقطة اللي بتفرق ناس كتير جدا، وعن ممكن حد يكون بيستخدم الذكاء الاصطناعي وحد تاني بيستخدم الذكاء الاصطناعي برضه بنفس الطريقة نفس الأداة نفس الوقت نفس الشيء، ولكن حد يطلع نتائج أفضل بمراحل من الشخص التاني. رقم 3 نركز على اللمسة البشرية في كل نص بتترجمه. اسأل نفسك هل ده كلام روبوت ولا كلام إنسان؟ لو قدرت تخلي النص حي العميل هيفضل متمسك بيك. وبعيدا عن العميل اعملوا كده لكل حد بيحب المهنة ولكل حد بيقدر مهنة الترجمة وبيقدر مهنيتها. بليز اعملوا ده حتى كناس بتقدر المجال، مش فقط كأنه عشان العميل عايز كده أو عشان أنا بس ما كنش بخسر وظيفتي. لأنه مع الوقت لما أنت تكون النتائج بتاعتك روبوتك أو فيها أخطاء كتيرة وتفتقد اللمسة الإنسانية أكيد هيقل مكانك أو هيقل الثقة أو الاعتمادية بيك مع الوقت. فاعملوا ده، وأنا أؤمن إن اللي هيسمع الكلام ده لحد هنا واللي أصلا هيكون مهتم لحد الآن إن هو يعرف مستقبل الترجمة في ظل ال AI هو حد مهتم جدا، يكون مهني ويكون بيحب الترجمة وبيقدرها. أوكي، ففي الختام عايزة أقول لكم إن الذكاء الاصطناعي مش عدو، هو أداة قوية جدا في إيد اللي يعرف يستخدمها. فالمترجم مش هينقرض لكنه بيتطور، والسوق المصري والعالمي لسه محتاجين المترجمين الأذكياء
اللي بيعرفوا يدمجوا بين التكنولوجي وبين لمستهم الإنسانية المبدعة. ودلوقتي هقول لكم النصيحة اللي أنا أجلتها لنهاية الفيديو، واللي الغريب إن أنا سمعتها من حد تخصصه مش في الترجمة. هي كانت دكتور في طب وادتني نصيحة في الذكاء الاصطناعي، لأن هي كانت على معرفة ودراية أكثر بمجال الذكاء الاصطناعي، وكانت أيضا ليها نيتورك لمترجمين، فكان عندها معرفة. فنصحتني نصيحة قد تبدو إن هي بديهية، ولكن مش كل الناس بتكون مدركاها، ألا وهي قالت لي مفيش مجال حد هيبقى بيشتغل فيه إلا لما هيكون فيه لمسة بشرية أو طابع بشري ما يقدرش الإنسان إن هو يستغنى عن وجوده. مهما تطورت، يعني معنى الكلام اللي هي عايزة تقولهولي إن مهما تطورت الآلة هيكون في جانب إنساني بيحتاجه الإنسان. مش دايما مثلا في مجال التعليم هبقى عايزة أروح ألاقي روبوت بيشرح لي، لا، أنا هبقى عايزة تيتشر، حد بيشرح لي وبيأكتف معايا وبنتفاعل وبنinteract. مش هبقى عايزة أروح مكان والاقي روبوتس داخلين يخدموني مثلا في مطعم أو حاجة. مش كل الناس هتبقى عايزة كل حاجة مميكنة أو machinized if I can say. دايما هنبقى عايزين الطابع الإنساني في حياتنا عشان بعد كده ما نتحولش احنا كمان للروبوتس. فاهمين؟ ده كان فيديو النهاردة، أتمنى إن هو يكون فاتكم. ما تنسوش تسيبولي وتشاركوني في التعليقات هل بدأتوا تستخدموا ال AI في شغلكم ولا لسه قلقانين منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. هسيب لكم السوشيال ميديا بتاعتي سواء فيسبوك أو انستجرام، لو انتوا عايزين تسألوني أي أسئلة برايفت هكون open وسعيدة جدا بتواصلكم.